القطاع الخاص يتماشى مع الأوامر الملكية ويمنح الموظفين بدل غلاء معيشة. ووزارة التجارة تحذر من استغلال العلاوات وبدل غلاء المعيشة لرفع الأسعار. اقتصاديون يؤكدون بأن شركة أرامكو إلى شركة مساهمة سيرفع من شفافية الشركة في الدخل والمصاريف. مشاهدينا أحييكم وأهلا بكم في الفترة الثانية من برنامج أموال ومسارات. دعونا نلقي نظرة على أداء السوق السعودي في جلسة اليوم. ارتفاعات وصلت إلى مستويات 7300 نقطة. الآن نحن نتجاوز هذه المستويات 7307 نقاط ب14 نقطة المئوية بارتفاعات تقريبا ب 29 نقطة. قيم التداول مليار و599 مليون ريال. يظهر أن السوق أو التاسي متفاعل مع الأوامر الملكية التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي. هذه الأوامر بصرف بدل غلاء معيشة دعمت مؤشر التاسي، وخصوصا ربما قطاع التجزئة هو أكثر القطاعات مستفيدة من هذه الأوامر الملكية. لا ننسى أن السوق مؤشر التاسي أيضا استفاد من ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي من ارتفاعات أسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2015، وخاصة بأن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج كانت مرتفعة في شهر ديسمبر مع تراجع الإنتاج في فنزويلا، وأيضا التزام أكبر بالنسبة لدول الخليج. والاضطرابات السياسية في إيران دعمت أسعار النفط، لكن عدنا لبعض التراجعات على أسعار النفط في يوم الجمعة نتيجة ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية. دعونا مشاهدينا الآن نلقي نظرة على سوق نمو كيف أداؤه في جلسة اليوم بارتفاعات ب 19 نقطة مئوية عند مستويات 3096 نقطة. مشاهدينا، تماشيا مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والتي تضمنت صرف بدل غلاء معيشة ب1000 ريال لمدة سنة للمواطنين من موظفي الدولة، قررت عدة شركات في القطاع الخاص وجمعيات وغرف تجارية القيام بنفس الخطوة تجاوبا مع القرار الملكي، حيث جاء من بينها شركات القطاع الخاص التي أقرت صرف بدل غلاء الموظفين هي مصرف الراجحي من ضمن الأسهم المدرجة في السوق السعودية، وأيضا مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري من ضمن الأسهم تلك الأسهم المدرجة في سوق السعودية، وأيضا الأبحاث والتسويق والاتصالات السعودية والسوق المالية تداول. وأيضا من ضمن الأسهم أو عفوا الشركات الأخرى التي قامت بهذه الخطوة تماشيا مع القرارات أو الأوامر الملكية: عبد الصمد القرشي، عبد اللطيف جميل، مجلس الغرف السعودية، وأيضا عن غرفة الرياض وغرفة جدة التجارية، وأيضا الغرف التجارية في حائل والطائف ومكة. مشاهدينا، هذه الأوامر الملكية بالفعل دعمت مؤشر التاسي، وأيضا خصوصا أن هناك كان إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأيضا التعليم الخاص، وعلى من يشتري مسكن لأول مرة بقيمة 850 ألف وظيفة سيكون هناك لن تطبق عليه ضريبة أو لن يدفع ضريبة القيمة المضافة، وأيضا أقل من هذا المبلغ لن يدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. والبدلات التي أعطيت أيضا للعلاوة السنوية للمواطنين سواء من موظفي الدولة وللمدنيين والعسكريين لها الأثر الإيجابي على المواطن السعودي وعلى إنفاق المواطن. بالتالي مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذه الشركات التي تفاعلت مع الأوامر الملكية ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نتحدث كيف تجد تفاعل الشركات مع الأوامر الملكية، وهل تتوقع بالفعل استمرار هذا التفاعل؟
في البداية شكرا، وما في شك الأوامر الملكية كانت إيجابية، وقعها إيجابي جدا على المواطن، لأنها فعلا أعطت إحساس للمواطن أن الزيادات اللي تمت في الأخير، سواء كان زيادات في الوقود أو في ضريبة القيمة المضافة، الدولة حاولت أن تعمل تعويض لتكلفة غلاء المعيشة بدفع 1000 ريال لكل موظف حكومي. وهذا بلا شك هي رسالة إيجابية جدا للمواطن، أنه صحيح إحنا نبغى نرشد الاستهلاك ونرشد التكلفة سواء كان في البنزين أو الطاقة، ولكن نرغب بتعويض المواطن لوضع هذا المبلغ في مكان يمكن أفضل من المكان اللي ممكن يصرف فيه. إحنا في القطاع الخاص طبعا مبادرتنا أنه رسالة تأييد لهذا الموقف، وأنه إحنا كقطاع خاص مهم أن نتجاوب مثل ما تجاوب خادم الحرمين الشريفين، وأنه شركات القطاع الخاص برأينا مهم حسب طبعا إمكانياتها، لأن شركات القطاع الخاص تتفاوت بالحجم والربحية وعدد الموظفين، ولكن كل حسب قدرته وإمكانياته طالبنا أنه تكون تتفاعل لتعويض الموظفين في القطاع الخاص في تكلفة المعيشة، والحمد لله صار في تجاوب كبير من شركات القطاع طبعا الخاص. مهندس أحمد، هناك فعلا هذا يعني خبر إيجابي من قبل القطاع الخاص تماشيا مع هذه الأوامر الملكية، لكن كيف ترى تأثير هذه القرارات بالفعل على القطاع الخاص؟ وأيضا بالنسبة سوف أسألك عن انتعاش القوى الشرائية، خاصة بعض القطاعات الأخرى سوف تستفيد من هذه الأوامر الملكية. هو بلا شك أنه طبعا كل هذه المبالغ راح تضخ في السوق، فالقطاع الخاص راح يستفيد من هذه المبالغ، بأنها المواطن عندما يستلم هذه الإضافات أو هذه المبالغ راح يضخها مرة أخرى في السوق، فهي بطريقة محفزة للاقتصاد. يعني مثل ما احنا شفنا 72 مليار اللي كانت قبل كم أسبوع، شفنا بعض القرارات الميزانية التوسعية لعام 2018، هذا القرار هو من القرارات اللي تساعد على تحفيز الاقتصاد وتساعد على تقوية القوة الشرائية، وبالتالي تعطي زخم إيجابي للسوق. ورغم أنها هي مساعدة لناس معينين بوظائف الدولة أو وظائف القطاع الخاص، لكنها عائدها راح يكون للقطاع الخاص من خلال القوة الشرائية راح تزيد إن شاء الله. طب هل مهندس أحمد، هل تتوقع تأثير هذه القرارات على قطاع التجزئة؟ كان قطاع التجزئة هو ربما المتضرر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، نتيجة فرض ضريبة قيمة مضافة وأيضا رفع أسعار الوقود، بالتالي الآن مع صرف بدل غلاء المعيشة بعد هذه الأوامر الملكية التي جاءت، برأيك هل سنرى أي تأثيرات على هذا القطاع، لأنه يؤثر بشكل مباشر على إنفاق المستهلكين؟ طبيعي راح يكون تأثير إيجابي لقطاع التجزئة. قوة الشرائية راح تكون أفضل عام 2018. في بوادر إيجابية كثيرة تشجع أنه إن شاء الله عام 2017 والركود اللي تم والانكماش اللي تم في 2017 أنه إن شاء الله لن يتكرر في 2018. البوادر كثيرة، أولا ميزانية الدولة، ثانيا الصرف الاستثماري للدولة، ثالثا المحفزات اللي حصلت تقريبا 100 مليار، رابعا مثل هذا القرارات اللي خرجت من خادم الحرمين الشريفين. كل هذه الزخم أي ارتفاع سعر البترول، كل هذا راح يكون ينعكس إيجابا على قطاع التجزئة والاقتصاد ككل. وإحنا يعني طبعا إحنا بلا شك المعاناة ما انتهت 100%، ولكنه كل الاقتصاديين يعتقدون 2018 راح تكون أفضل بكثير من 2017. نعم. وهي بداية تعافي إن شاء الله لاقتصاد المملكة وانطلاق لسنوات أفضل بإذن الله. مهندس أحمد الراشحي رئيس مجلس الغرف السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا. صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة برأس مال يبلغ 60 مليار ريال موزعة على 200 مليار سهم دون قيمته الإسمية. من أهم هذه النقاط وتحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة، رأس المال كما ذكرنا يبلغ 60 مليار ريال، تتوزع أسهم الشركة على 200 مليار سهم. تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، يعني الدولة هي المالك
هنالك بالنسبة لشركة أرامكو السعودية والطرح من 2 إلى 5% من أسهم الشركة في البورصات العالمية. تقدر القيمة السوقية للشركة بأكثر من 2 تريليون دولار. طرح الشركة يزيد الشفافية في الدخل والمصاريف أيضا. وأيضا بالنسبة لتحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة، هناك إنتاج 13.5 مليون برميل مكافئ في اليوم، وأرامكو ساهمت في تزويد أسواق النفط. هذا بالنسبة لأهم النقاط التي جاءت من تحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة. أيضا بالنسبة نلقي نظرة على قطاع تجزئة السلع الكمالية، كنا نتحدث أن قطاع التجزئة هو القطاع المستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة، شاكر بارتفاع 10%. لاحظوا إكسترا ارتفاع 13%، كانت الارتفاعات في بداية الجلسة ارتفاعات قوية، ساكو بارتفاع ب1.6 نقطة مئوية. لاحظوا الحكير ارتفاعات بالفعل قوية ب2% من الارتفاعات على سهم الحكير. بالنسبة لإنتاج الأغذية صافولة ارتفاع 16 نقطة مئوية، نادك بارتفاع ب18 النقطة المئوية. دعونا مشاهدينا الآن نلقي نظرة على باقي القطاعات الأخرى في السوق. بالنسبة لارتفاع أسهم قطاع البنوك، بالتالي الراجحي بارتفاع ب1.4 النقطة المئوية، البنك السعودي البريطاني بارتفاع 15 النقطة المئوية، البنك الأهلي التجاري بارتفاع ب13 نقطة مئوية. طبعا المصرف الراجحي ومن ضمن الشركات التي قامت بصرف بدل غلاء معيشة تماشيا مع الأوامر الملكية. وأيضا لاحظنا دخول قوي على قطاع المصرفي من خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أيضا بالنسبة للقروض العقارية بالنسبة للقطاع المصرفي، فبالتالي ربما لها التأثير الإيجابي على هذا القطاع. دعونا مشاهدينا الآن نلقي نظرة على أسهم قطاع المواد الأساسية، سابق بارتفاع ب14 النقطة المئوية، سبكن بارتفاع بأكثر من 2.13 النقطة المئوية من الارتفاعات، وأيضا المتقدمة بعض التراجعات ب16 نقطة المئوية. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة على أسهم قطاع الاتصالات كيف يتفاعل أيضا في جلسة اليوم، خصوصا أن STC يظهر أنه غير جاهز بالنسبة لأسهم قطاع الاتصالات. دعونا ننتقل إلى الأسواق الخليجية لنرى بالنسبة كيف اليوم أداء هذه الأسواق. بالنسبة لبورصة دبي، بورصة دبي مشاهدينا على تراجعات اليوم أو استقرار فلات عند مستويات 3463. الأمر الملفت خلال الأسبوع الماضي أن سوق دبي حقق 5 جلسات متتالية من الارتفاعات رغم تراجع هذا المؤشر خلال عام 2017 بنسبة تقريبا 4%. بالتالي اليوم نشاهد هذا الاستقرار على بورصة دبي. سوق أبو ظبي متراجع ب14 نقطة مئوية بعدما وصلنا يوم الخميس عند أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس آب، وبالتالي سوق أبو ظبي اليوم على تراجعات عند مستويات 4531 نقطة، القطري بارتفاعات 1.25 النقطة المئوية. ننتقل مشاهدينا الآن إلى القياديات في سوق دبي. لدينا دريك أنسكال بتراجعات 1.13 نقطة المئوية. اليوم إعمار العقارية متراجع أيضا ب1.5 النقطة المئوية. إعمار موس على تراجعات. أرابتك ارتفاعات جدا قوية ب6.19 نقطة المئوية، قاربت 7% من الارتفاعات. هناك أخبار عن أرابتك، حيث أعلنت شركة أرابتك القابضة عن قيام شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية إحدى شركاتها التابعة والتي تمتلكها بشكل كامل بإبرام عقد مع شركة TEV كونستراكشن لتنفيذ مشروع من إعمار العقارية بقيمة 250 مليون درهم بدبي، ويبلغ إجمالي مساحة المشروع يقدر ب 2.35 مليون قدم مربعة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع في يناير 2018 على مدى 34 شهرا. بالنسبة لسهم أرابتك نرى هذه
الارتفاعات القوية كما ذكرنا ب 7% عند المستوى السعرية درهمين و62 فلس. أيضا من ضمن الأخبار الموجودة في سوق الإمارات، حيث أعلنت مجموعة شركات ميرسيليا عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أملاك للتمويل لتطوير مشروع عمراني متكامل على مساحة أرض تمتلكها شركة أملاك للتمويل في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين شركة أملاك مدينة نصر للاستثمار العقاري، وهي شركة مصرية بالكامل وتابعة لشركة أملاك للتمويل الإماراتية، وشركة ميرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إحدى شركة مجموعة ميرسيليا. وبينت الشركة أن هذا المشروع يعتبر من أهم الاستثمارات المستقبلية لمجموعة شركة ميرسيليا بالقاهرة، ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للمجتمع من خلال توفير فرص عمل للشباب المصري تقدر بحوالي 10,000 فرصة في جميع مراحل المشروع، والتي من المتوقع أن تستمر على مدار السنوات الخمسة القادمة. مشاهدينا، هذا بالنسبة لسهم أملاك للتمويل متراجع اليوم ب19 نقطة مئوية عند الدرهم و5 فلوس. ننتقل مشاهدينا الآن إلى القطاع المصرفي في دبي لنرى كيف الأداء أو الأسهم المالية في سوق دبي. لدينا GFH بارتفاع ب1.19 نقطة مئوية، تفاعل من قبل بيت التمويل الخليجي. مصرف السلام أيضا بارتفاع ب5% تقريبا من الارتفاعات، لاحظوا هذه الارتفاعات. بالمقابل مصرف عجبان متراجع ب18 نقطة مئوية. بالنسبة للأسهم القيادية في سوق أبو ظبي، نلقي نظرة على سهم الدار العقارية. دار العقارية بارتفاع ب14 نقطة مئوية، دانا غاز بارتفاع ب1.13 نقطة مئوية، إشراق العقارية بارتفاع ب2.16 النقطة المئوية. مشاهدينا، طال الحديث أكثر حول الأسواق الخليجية، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دبي نايل الجوابرة، المحلل المالي والمدير التنفيذي لبنك لانس. أهلا ومرحبا بك نايل. نبدأ الحديث عن سوق دبي. طبعا خلال 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي حقق ارتفاعات سوق دبي رغم تراجعاته خلال عام 2017 ب4%. كان أمر ملفت بالنسبة للسوق دبي. اليوم فلات استقرار دبي. تعليقك على أداء السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناتكم وقرا. بالنسبة إلى سوق دبي المالي، لاحظناه مثل ما تفضلت في 5 جلسات، رغم أن اتجاه ارتفاعي واتجاه منذ بداية 2018 إلى الارتفاعات واتجاه إلى جميع القطاعات، وخاصة في القطاع العقاري الذي كان الاستثمار الأكبر منذ بداية السنة، لأنه متوقع أيضا في قطاع البنوك توزيعات مجزية. لذلك شهدنا اتجاه المستثمرين مرة أخرى إلى الاستثمار مرة أخرى والمخاطرة في السوق في دبي واتجاههم إلى عمليات الشراء. هذه دليل على أن هناك المستثمرين كانت هناك عبارة عن العامل النفسي هو اللي كان مسيطر في الفترة الماضية في جميع أيضا أسواقنا الخليجية، إلى أن الاستقرار الاقتصادي وأتوقع أن يكون هناك نتائج مرتفعة بالنسبة إلى الشركات في 2017، استثمار عودة المستثمرين مرة أخرى واستثمار في أسواقنا، لأن ما زالت تعتبر الأسواق الأكثر جاذبية بالنسبة إلى السعرية في جميع القطاعات المالية. يعني ينتظر المتداولون الآن التوزيعات الشركات، وهي يعني الداعم أو العامل النفسي بالنسبة للمتداولين في سوق دبي. طيب، أود أن أسألك اليوم أرابتك أداء ملفت، طبعا هناك أخبار عن هذا السهم ب7%، تعليقك عن أرابتك. وأيضا أود أن أسألك عن باقي القطاع العقاري مثل إعمال العقارية، خاصة أنه شهد القطاع العقاري تراجعات كبيرة خلال العام الماضي، لكن هناك تفاؤل بأن يكون نتيجة الإنفاق من قبل الحكومة ربما سيشهد هذا القطاع ارتفاعات، هذا ما يتوقعه المحللون. تعليقك على القطاع العقاري؟ بكل تأكيد هي أرابتك بعد المشروع الذي ذكرته في تقريرك أن هناك مشروع اتجهت له أرابتك، لذلك شاهدنا هناك استثمارات على هذا السهم بشكل كبير، واتجاه أو عودة المستثمرين طبعا القطاع العقاري بشكل كبير، وخاصة مثلا في شركة إعمار، رغم أن إعمار كانت مخيبة الأمل بعد طرحها الجديد في نهاية 2017، وأنه كان مغطى فقط مرة واحدة. لذلك شاهدنا أن الآن عودة المستثمرين وخاصة إلى الشركة الأم واستثمار
الاستثمار بالشركة الأم وهي الإعمار اتجهت على ارتفاعات رغم أن كانت هناك انخفاضات وعمليات بيع مكثفة من قبل هذا السهم، إلى أن كان السهم مغريا إلى جميع المستثمرين وعمليات الشراء عودته مرة أخرى وفاق السبع دراهم. السبع دراهم كانت عامل نفسي، لذلك شهدنا عمليات مكثفة من عمليات الشراء وخاصة من المستثمرين، لذلك شهدنا ارتفاعات. كما تفضلت أيضا أن هناك استثمار من قبل الحكومة وفي القطاع، ولاحظنا أن هناك زيادة عدد القطاع الفندقي. لو شاهدناه في القطاع الفندقي شاهدنا أن هناك زيادة في الفترة الماضية أكثر من 1000 غرفة فندقية، لذلك نتوقع مثل ما تفضلت أن يكون هناك زيادة في القطاع العقاري. لا ننسى أننا نترقب 2020 في إكسبو، هذا دليل على أن هناك استثمارات سوف تكون أكبر في الفترة القادمة على القطاع العقاري. لكن الآن مثل ما ذكرنا أن الجميع يترقب التوزيعات المجزية على جميع الأسهم. طيب، نتحدث عن المستويات المستهدفة لسهم إعمار، أي مستويات ربما أن يصل إليها في عام 2018؟ ما توقعاتك؟ لاحظنا سهم إعمار اتجاهه إلى الحد الأقصى في الفترة الماضية عند 8 دراهم تقريبا و70، إلى أنها كسرها لم يقدر إلى عدة مرات وأدى إلى انخفاضات بعد عدة عوامل ضغطت على هذا السهم بالانخفاضات بعد الجمعية العمومية في 2017، وأيضا السهم الذي لم يقدر بأن يكون هناك دفعة كبيرة إلى هذا السهم، إلى أن متوقع أن يكون هناك ارتفاعات قوية في الفترة القادمة بعد عدة مشاريع تكون قد اكتملتها إعمار، وتوقع أن يستمر في الارتفاعات بعد أن وصل أعلى مستوى له عند 12 درهم في الفترات الماضية في السنوات الماضية، إلى أنه متوقع أن يستمر في الارتفاعات والاستثمارات، وأن يكون هناك استثمارات بعد تجني بعض الشركات منه وهناك انفصال بعض الشركات منه، والتي تتوقع أن يكون هناك دعم كبير إلى هذا السهم. وأن مثل سهم إعمار التطوير هو يعتبر 40% من إعمار الأم، هذا يؤكد أن يكون هناك استمرارية إلى الارتفاع، وتوقع أن يوصل خلال 2018 عند 10 دراهم بعد الاستثمارات القوية، وبعد ما ذكرنا أن يكون هناك استثمار بشكل كبير في إكسبو 2020 والمنطقة والإعمار الكبير في القريبة من مطار آل مكتوم. طيب، السوق كيف أو ماذا تتوقع لعام 2018 بالنسبة للسوقين، سوق دبي وسوق أبو ظبي؟ شهدنا في الفترة الماضية في 2017 بعد أيضا الارتفاعات القوية في فبراير واتجاه المستثمرين وخاصة الشركات الاستثمارية وعودتها مرة أخرى في عمليات الشراء بشكل كبير. أتوقع أن تستمر عودة مرة أخرى بعد إعلان النتائج وإعلان أكبر الشركات في السوقين، في سوق أبو ظبي وسوق دبي المالي، أن يكون هناك إعلان ودخول استثمارات كبيرة خاصة من قبل الشركات، بعد أن ما زالت الأسعار أو خلينا نقول العمليات الاكتتابية التي لم تكون طامحة بشكل كبير للاستثمارات الكبيرة، إلا أنها أتوقع أن تكون هناك للأسهم الصغيرة وخاصة بالأسهم القيادية أن يكون عودة استثمارية وخاصة من الشركات الاستثمارية، لكي يكون هناك رفعة في الفترة القادمة، بعد ما ننسى أن يكون بعد ما كان هناك ارتفاعات قوية إلى أسعار النفط في الفترة الماضية. ماذا تراقب في أسواق الإمارات؟ بكل تأكيد أسواق الإمارات الآن نراقبها التوزيعات المجزية متوقع أن تكون من القطاع البنكي، وخاصة بعد رفع الفائدة تقريبا مرتين خلال 2017 ورفع الفائدة الأمريكية الثالثة في ديسمبر، إلى أن متوقع أن يكون هناك استمرارية في التوزيعات المجزية إلى هذا القطاع. وبعد أيضا عودة الاستثمارات الحكومية إلى البنوك مرة أخرى، أتوقع أن يكون هناك توزيعات مجزية في هذا القطاع، والنظرة مستقبلية على هذا القطاع أكثر من قبل المستثمرين في الفترة القادمة. نعم، نايل الجوابر، المحلل المالي والمدير التنفيذي لبنك لانس، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم. ركزت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء المترتبة من الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكي يتم بموجبه ضخ أكثر من 50 مليار ريال في شريان الاقتصاد، مما يساهم في رفع الاستهلاك وتخفيف الأعباء المترتبة عن الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد. في تفاصيل الأمر الملكي، أمر الملك بصرف بدل الغلاء وصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة والتوجيه بمكافأة للمرابطين في الحد الجنوبي بمبلغ 5000 ريال، وتوحيد مواعيد رواتب العاملين في الدولة، بالإضافة لرفع مكافآت الطلاب في الجامعات ب10%. يصل متوسط السحوبات الشهرية من أجهزة الصراف والتي تعتبر مؤشرا على الاستهلاك وتحسن الطلب حسب آخر نشرة شهرية أصدرتها مؤسسة النقد سامة إلى 60 مليار ريال شهريا، وهو ما يعني أن الأوامر الملكية الأخيرة أضافت إنفاقا يعادل ما يتم سحبه من أجهزة الصرف لمدة شهر كامل. الأمر الملكي الأخير سيساهم حتما في إعادة الحيوية لقطاع التجزئة بالأخص، وتسهيل العقبات أمام الطبقة الأكثر احتياجا للدعم لمواجهة إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد. لكن القرار أيضا يحمل إشارة إلى أهمية المرحلة وضرورة التعامل مع التحديات لاجتيازها. يمثل الاستهلاك 40% تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يجعل السوق السعودي سوقا جاذبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب. والإصلاحات الأخيرة تهدف لترشيد السلوك الاستهلاكي، فيما يهدف القرار الملكي الأخير لتعزيز وزن الطبقة الوسطى في المجتمع والحفاظ على مساهمتها في إجمالي الاستهلاك ومساعدة محدودي الدخل. إرسال رسالة مفادها أن وزن الاستهلاك للناتج المحلي غير النفطي سيبقى مشجع دائما، وهو ما يؤدي لتحقيق أهداف رؤية 2030. حذرت وزارة التجارة والاستثمار منافذ التجارية من استغلال إعادة العلاوات السنوية وصرف بدلات غلاء المعيشة لرفع الأسعار، وقالت الوزارة إنها تكثف مراقبتها للأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع 18 جهة حكومية بإشراف غرفة عمليات حماية المستهلك. وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها. أعلن برنامج حساب المواطن استمرار الدعم المقدم للمستحقين من المواطنين. وأوضح للإخبارية مدير الحساب علي الراشحي أن موعد الصرف في 10 من كل شهر ميلادي، وأن آخر موعد لتسجيل الاستحقاق من الدفعة الثالثة هو 10 من يناير الحالي. فحساب المواطن مستمر، وهذا ما يزيدنا يعني حرص أن نقدم الخدمة بشكل أفضل، وأن يكون الدعم فعلا يصل إلى مستحقيه بإذن الله. المواطن أعلنا سابقا أنها تكون في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، فمعناها الدفعة الثالثة ستكون في 10 من فبراير القادم. آخر موعد للتسجيل والاستفادة من الدفعة الثالثة هو 10 من يناير في الشهر الحالي. يجب على الجميع أنه يكمل طلباتهم بشكل كامل، يحرصون على التسجيل وإكمال الطلبات بشكل كامل قبل تاريخ 10 من يناير للدخول في استحقاق الدورة الثالثة، وهي في 10 من فبراير. كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن مجموع المكاسب التي سيجذبها الاقتصاد في المملكة جراء إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإصلاح أسعار الطاقة تتجاوز 15 مليار ريال. وتوقعت الدراسة أن رفع أسعار الكهرباء إضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود سيؤديان إلى زيادة الفائض الاقتصادي للمملكة بسبب رفع كفاءة الاستهلاك وبالتالي تنافسية قطاع التوليد، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المنافسة فإن ما سيتوفر من المبالغ التي كانت مخصصة لدعم الوقود سيتجاوز الخسائر الناتجة في الفائض الاقتصادي للمستهلكين، ما يسمح باستخدام تلك المبالغ لدعم برامج الدعم المخصص لتخفيف أعباء الزيادة في تكلفة الكهرباء على المستهلكين. نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما يتداول في موقع التواصل الاجتماعي من تكهنات حول أسعار البنزين في الأعوام القادمة. وأكدت الوزارة في بيان مقتطب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تلك التوقعات والمعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، وكانت أخبار متداولة على مواقع التواصل قد روجت لأسعار قالت إنها الأسعار المتوقعة للبنزين خلال الأعوام المقبلة.
أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي جاهزية الهيئة في تطبيق القرارات الملكية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، موضحا أن الهيئة ومنذ صدور هذه القرارات بدأت بإعداد وتطوير الآليات اللازمة لتطبيق هذا القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد النحاس جاهزية المؤسسة الكاملة لإضافة بدل غلاء المعيشة للمعاشات التقاعدية التي تصرف من المؤسسة لمتقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين بواقع 5000 ريال لمدة سنة، 500 ريال لمدة سنة عذرا. مشاهدينا، للتعليق حول القرارات الملكية انضم إلينا في الاستوديو المحلل الاقتصادي سليمان العساف. أهلا ومرحبا بك سليمان، وأشكر حضورك معنا في استوديو الإخبارية. بداية نتحدث عن هذه القرارات. طبعا هناك كان إصلاحات اقتصادية طبقت في مطلع عام 2018، هي فرض قيمة المضافة، وأيضا لدينا ضريبة القيمة المضافة، وأيضا ارتفاع أسعار الطاقة، رفع الدعم عن أسعار الطاقة. بالتالي نتحدث عن القرارات الملكية التي جاءت في نهاية الأسبوع، التي جاءت دلت على اهتمام القيادة الكريمة بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم. هذه القرارات جاءت متزامنة مع ارتفاع الأسعار. كيف تنظر لهذه القرارات وما أهمية هذه الخطوة برأيك؟ طبعا بالنسبة للقرار الملكي الكريم بدعم المواطنين سواء الموظفين ب1000 ريال أو المتقاعدين أو الطلبة أو حتى القيمة المضافة، لها عائد على عدة أطراف، سواء نتكلم عن المواطن، سواء نتكلم عن القطاع التجاري والقطاع الخاص التجزئة، أو حتى نتكلم عن القطاع المصرفي. كل جهة من هذه الجهات يتعامل مع هذا الموضوع حسب منظوره ومصلحته وطريقته. احنا نتكلم الآن بداية عن المواطن هذا المبلغ، أعتقد أن المواطن في أمس الحاجة لهذا المبلغ في هذا الوقت، خصوصا أنه اجتمع عليه سواء من قيمة الضريبة المضافة التي هي جديدة في السعودية لم تكن مسبوقة، وسببت حالة إرباك بسبب عدم معرفة كثير من الناس بكيفية حسابها رغم سهولة وبساطة إمكانية حساب هذا المبلغ. الأمر الآخر الزيادة في أسعار الكهرباء أو حتى الوقود. نعم. فهذا المبلغ سيساهم في إعانة العائلات من أجل أن يتحملوا بعضا من زيادة في المصاريف التي عليهم، سواء في الحاجات الأساسية أو في الطاقة أو في الوقود أو حتى في مصاريف المسكن بشكل شهري، حتى يستطيع المواطن في نهاية السنة أن يوائم بين مصروفاته وحاجاته ويعيد التوازن لعملية الموازنة بين كل هذه الجوانب المالية. نعم. طيب، تماشيا مع القرارات الملكية، هناك شركات سواء مصرفية أو شركات من قطاع الاتصالات، شركات أيضا مدرجة في السوق السعودي، عن صرف بدل غلاء المعيشة لمنسوبيها. على ماذا يدل أيضا قيام القطاع الخاص بهذه الخطوة؟ قيام شركات القطاع الخاص بهذه الخطوة أنا أرى أنها خطوة مشكورة تنبئ عن إحساس شركات القطاع الخاص بالمواطن وبتفاعلها مع الملكية، رغم أن القطاع الخاص يعاني من حالة انكماش وظروف مالية صعبة، لكنه لو أتينا للعدل في السنوات الماضية كان ينعم بوفرات مالية وأرباح عظيمة، فما يضره خلال سنة من هالسنوات أنه يتنازل قليلا، وبدل هالأرباح اللي كان يتم تجميعها وبالنسبة تراكمها خلال سنين عديدة أن يقوم بالإحسان إلى موظفيه الذين عملوا معه طيل هذه الفترة. يعني خطوة إيجابية لكن لها تأثيرات ربما سلبية قليلا على القطاع الخاص. ليست سلبية ولكن ستزيد أعباءه، خصوصا أنه 2017 لم تكن سنة سعيدة على القطاع الخاص. طيب، إذا تحدثنا عن القطاع المصرفي، برأيك ما هو الأثر المالي برأيك على القطاع المصرفي بشكل عام، وخصوصا أن صرف هذا البدل سيكون للعام المالي فقط؟ كما نعلم أن القطاع المصرفي أو حتى القطاع الخاص كليهما تأثر بالعام الماضي ولإعادة الهيكلة للأمور المالية أو حتى الاقتصادية أو الموازنة السعودية. كما نعلم أن الاقتصاد السعودي في 2017 انكمش بنسبة تقريبا 0.5%. صحيح. نتوقع إن شاء الله أنه ينمو
في هذا العام بحوالي 2.4%. التضخم في العام الماضي كان في السالب وهو مؤشر سلبي، والتوقعات بارتفاع التضخم يرتفع إلى أكثر من 2%. فالقطاع البنكي سيستفيد من ضخ هذه الأموال، حوالي 50 مليار ريال ستضخ في عروق الاقتصاد في القطاع المالي. قصدك التكلفة التقديرية لمصرف بدل غلاء المعيشة قدرت ب 50 مليار ريال. فعندما يتم ضخها سواء المواطن سيقوم بصرفها، والصرف إعادة للبنوك، إعادة تدوير هذه الأموال سيستفيد منها البنوك سواء في عملية الإقراض، في عملية الاستثمار، في عملية العملات إلى آخره. فهذه ستكون مفيدة جدا للقطاع المصرفي من أجل توسيع نطاق السيولة لديه. طيب قطاع التجزئة هو يمكن الرابح في أو المستفيد الأكبر من صرف بدل غلاء المعيشة. يا سيدتي، خلال العام الماضي قام كثير من الناس سواء بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بإعادة مراجعة مصروفاتهم ما بين الكمالي وما بين الأساسي، وأدى هذا إلى تضرر القطاع التجزئة بشكل كبير جدا في السعودية، وأشبه بحالة ركود أصيب خلال العام الماضي. الآن مع هذه الأموال التي ستضخ سيقوم المواطنين بضخها سواء لأمور الترفيه أو التجزئة أو حتى الملابس أو المستهلكيات أو المواد الغذائية. سيعيد تحريك القطاع الخاص بشكل ولو بسيط حتى يتم إن شاء الله الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية في البلد، وبعدها إن شاء الله سيكون القيادة الاقتصادية والدورة الاقتصادية ستكون بيد القطاع الخاص. سيكون القطاع إن شاء الله نتمنى أن يكون قطاعا منافسا مع الدعم الحكومي الذي يقارب 70 أو 72 مليار ريال كتحفيز للقطاع الخاص. نعم. طيب إذا تحدثنا عن أيضا من ضمن الأوامر الملكية كان تحدثنا عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سواء للتعليم والخاص وأيضا الخدمات الصحية، وأيضا شراء المسكن لأول مرة بقيمة 850 ألف ريال. تعليقك أيضا على هذه الخطوة وخاصة بالنسبة للمسكن، يعني تم إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمن يشتري منزل لأول مرة ب 850 ألف ريال. يا سيدتي، بالنسبة للمسكن وبالنسبة للتعليم والخدمات الطبية هذه أمر الإنسان لا مجال للترفيه فيها. لا يذهب الإنسان إلى هذه الخدمات من أجل أنه يجد ترفيه أو يستطيع أن يستعيض عنها، ولكن تحمل الدولة من باب إحساس الحكومة بحاجات المواطن ومن باب الدعم له. كما أن المسكن تقريبا حدود 40 ألف، هذه 850 ألف ريال يمثل قيمة الضريبة حدود 40، فالدولة تتحملها عنه من باب مساعدة المواطنين في أن يتملك مسكنا له ولعائلته. فعلا هي خطوة إيجابية ربما لاستشعار من حكومة الخادم الحرمين الشريفين بتملك المواطن السكن. هل برأيك هناك أي تحديات ستواجهها بعض القطاعات؟ طبعا بالنسبة للقطاع التجزئة سيظل عام 2018 عاما صعبا عليه، ولكن نتمنى إن شاء الله لكن سيؤثر على انفاق المستهلكين، بالتالي ربما هناك تحسن. يعني هناك تحسن أفضل من 2017، ولكن أنا أتوقع أنه بدأ يؤقلم وضعه من باب 2017 سيؤقلم وضعه قليلا مع 2018، ولكن ليس هذا الوضع الذي هو يتمناه حتى الاقتصاد أو القطاع الخاص نتمناه، وإن شاء الله سيتحسن في المستقبل بشكل أفضل. المستشار الاقتصادي سليمان العساف، أشكرك جزيل الشكر وشكرا حضورك معنا في استوديو الإخبارية. الله يسلمك، شكرا. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى فاصل قصير ونعود إليكم لنكمل باقي النشرة.
مشاهدينا أحييكم من جديد. دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في محافظة جدة أمس المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي، كما تفقد المرحلة الثالثة من مشروع الخزن الاستراتيجي في حي الفيصلية بالمحافظة بطاقة مليون متر مكعب وبنسبة إنجاز بلغت 63%. وقال إن هذا المشروع يأتي مساهما في تحقيق إحدى مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة في رفع السعة التخزينية للمياه في مناطق المملكة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وتشمل المرحلة الثانية مشروع الخزن الاستراتيجي في جدة إنشاء 6 خزانات بسعة 166,600 متر مكعب لكل خزان، طاقتها الإجمالية مليون متر مكعب بتكلفة تجاوزت 423 مليون ريال. انخفضت عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 5 منصات إلى 742 منصة، فيما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز عند 182 خلال الأسبوع المنتهي في 5 من يناير الجاري، مقارنة مع 135 منصة في الفترة نفسها من عام 2017. قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات الغير زراعية بالولايات المتحدة زاد 148 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين عند 190 ألف وظيفة. وانخفضت أعداد الوظائف في قطاع التجزئة 20,300 وظيفة في ديسمبر في موسم الأعياد، وزاد متوسط الأجر في الساعة 9 سنتات أو ما يعادل 13% في ديسمبر بعد زيادة بنسبة 10% في الشهر السابق. واستقر معدل البطالة دون تغيير يذكر عند 4.1% وهو أدنى مستوى في 17 عاما. دعونا مشاهدينا الآن نلقي نظرة على أسعار العملات. بالنسبة للدولار طبعا تراجع قليلا مؤشر الدولار يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال، لكن عاد إلى الارتفاع دون النظر لتلك البيانات. لماذا؟ لأن الأجور ارتفعت، فبالتالي ارتفاع الأجور يعني يدل على قوة سوق العمل، وبالتالي إلى تحركات الفدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار. بالتالي مؤشرات الدولار خلال الأسبوع الماضي تراجعت، لكن حققت ارتفاع في يوم الجمعة. إذا نظرنا إلى اليورو مقابل الدولار كان هناك ارتفاعات شهدناها خلال الأسبوع الماضي على اليورو بعد قرار بإنهاء أو بعد توقعات بأن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامج التحفيز في خلال هذا العام، فتوقعات أنه يرتفع اليورو. لكن هناك كان بيانات في التضخم، جاء التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر أعطى بعض التراجعات لليورو، خصوصا أن الدولار ارتفع، الباوند مقابل الدولار ما زلنا دون مستويات 1.36. أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس تداولاتها الأسبوعية منخفضة 57 سنتا أو 19 نقطة المئوية أو 19% عند مستوى 61 دولار و44 سنتا للبرميل. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق منخفضة 45 سنتا أو ما يعادل 17% لتبلغ عند التسوية 67 دولار و62 سنتا للبرميل، بعد أن كانت سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ مايو 2015 عند 68 دولار و27 سنتا. لنلقي نظرة على أسعار النفط كيف كانت يوم الجمعة. كما ذكرنا تراجعات بتقريبا بعشر في أو 15% عند مستويات سعرية 67 ريال و74، متراجع من أعلى مستويات التي وصل إليها في عام 2015 مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية، رغم أنه استفادت أسعار النفط من الارتفاعات نتيجة الاضطرابات السياسية وأيضا تراجع أو نسبة الالتزام كانت من قبل المنتجين في أوبك من خارج أوبك وداخل أوبك بتخفيض الإنتاج. تراجعت أسعار الذهب مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس هذا الأسبوع أعلى مستوياته في 3 أشهر ونصف الشهر، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 20% إلى 1320 دولار و31 سنتا للأوقية، لكن ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.13 نقطة المئوية.
وزادت العقود الأمريكية للذهب ارتفاعات طفيفة جدا لتبلغ عند تسوية $1322.30 للأوقية. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة على أسعار الذهب. كما ذكرنا خلال الأسبوع ارتفعت تقريبا ب1.13 نقطة مئوية. يوم الجمعة تراجعت عمليات جني أرباح على الذهب ب20% عند مستويات $1319. طبعا هذا نتيجة ارتفاع الدولار أثر قليلا على أسعار الذهب. وحول أداء الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي ينضم معنا عبر الهواء مباشرة من لندن دكتور ناصر قلاوان الأستاذ بجامعة لندن والمحلل الاقتصادي السياسي. أهلا ومرحبا بك. بالنسبة للأسهم الأمريكية أستاذ ناصر، إغلاقات قياسية كانت في الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد لعام 2018. إذا نظرنا خلال الأسبوع الماضي للداو جونز ارتفع ارتفاعات قوية 2.13%، ستاندرد أند بورز 2.16 نقطة المئوية، ناسداك ارتفاعات أيضا. ما هي برأيك عوامل هذا الأداء القوي وما هي مؤشراته؟ يعني وهناك سمعنا القرار الأخير يعني من أمريكا ومن قبل ترامب بقرار الكونغرس بإقرار قانون الضرائب. بشكل عام مؤشرات الاقتصاد العالمي والأمريكي بشكل خاص هي جيدة في بداية 2018. الآن نحن نتحدث وهناك قمة في كامب ديفيد بين الرئيس ترامب وأركان الحزب الجمهوري لتحديد أولويات السياسة الأمريكية، الاقتصاد منها والاستراتيجية والسياسة الخارجية. لا نعرف جدول الأعمال، لكن نستطيع أن نقول أن الاقتصاد يحتل مكانة كبرى بهذا الأمر، وخصوصا الشركات التجارية مع الخارج. هذا تراقبه الأسواق بشكل جيد. أقول زيادة على ذلك هناك أداء جيد للشركات الأمريكية، الشركات التقنية وشركات الاستثمار بشكل عام. يعني هناك سيكون شركات من خارج الولايات سوف تأتي للداخل. صحيح. كما قلت سياسة خفض الضرائب ستعني مثل بسيط، شركة أبل للكمبيوتر متوقع عندها جبل من يعني المدخرات في الخارج 250 بليون دولار. لن تأتي كلها لكن يأتي جزء منها. إذن عام 2018 سيكون حافل بزيادة الاستثمار. ونجحت خطة ترامب الاقتصادية برأيي بالرغم من كل ما يقال من غبار سياسي الآن حول أمور شخصية لسنا معنيين بها. لكن بشكل عام كما قلت مؤشرات الأسهم داو جونز 25200 نقطة، زاد في العام الماضي 12%. أول مؤشر زاد في العام الماضي المؤشر الألماني داكس 15%، رقم 3 نيكيل الياباني 11%، ثم البريطاني 7%. الفاينانشال تايمز. إذن كل الأمور وكذلك الصين، كل الأمور الاقتصادية تنبئ بانتعاش اقتصادي. الولايات المتحدة هي أول طرف سيستفيد من هذا الأمر برأيي. نعم. نتحدث عن بيانات الوظائف الأمريكية الغير الزراعية التي جاءت يوم الجمعة وجاءت مخيبة الآمال، أقل من التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة. جاءت الوظائف ب 148 وظيفة، استقرار لمعدل البطالة، هناك انخفاض في مبيعات التجزئة الأمريكية. لكن الملفت للنظر في هذا التقرير سوى الإيجابية هو بارتفاع نسبة الأجور، وبالتالي هو الذي دعم الدولار. نتحدث عن هذا التقرير برأيك وإلى أين يتجه الدولار؟ الدولار أصابه بعض الضعف بين 5 و7%، لكن هذا الأمر لا يعني شيء سلبي، بمعنى يساعد الصادرات الأمريكية سواء كان بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. الآن عندنا جانيت يلين ستذهب بعد شهر، وبالتالي نحن نراقب إذا كان ارتفاعات يعني الفائدة ستكون سريعة. أنا لا أتوقع أن تكون سريعة، هي حذرة. المدير الجديد ربما يكون أكثر إقداما ليتماشى مع خطة ترامب الاقتصادية. لكن عندي عدة مؤشرات كنتم أشرتوا إلى بعضها في التقرير السابق. مثلا استثمارات الولايات المتحدة في النفط الصخري ستزيد، لكن الاستهلاك أهم شيء سيزيد مع زيادة الرواتب كما قلت سيدتي. هذا يعني أحد أهم الأسباب. أمور أخرى كما قلت ربما كانت تؤثر سلبا، الشركات التجارية مع المحيط الهادي تراجعت بعد إلغاء الاتفاق، لكن 12 دولة، لكن هناك تعويض. المفاوضات مع كندا والمكسيك من ناحية نفطة لم تلغى، وأن كانت على الرف بعض الشيء. لكن بشكل عام أقول أن ضعف الدولار سيكون جيد.
كل الاقتصاد العالمي. الآن اطلعت على تقرير هذا الصباح أن عملات يعني الدول الناشئة تركيا، المكسيك، البيزو والليرة قد أعادت خسائرها التي نجمت منذ 3 سنوات عن قرار الاتحاد الفيدرالي الأمريكي. إذا الاقتصاد العالمي وحتى الصين يمشي بشكل جيد. المملكة العربية السعودية اقتصادها الآن بعد كل الإصلاح والقرارات حتى بعد منها صعب التنفيذ، لكنها ستمشي برأيي، لها يعني متابعة اقتصادية ممتازة في كل الصحف والأمور بمعنى الفعل الاقتصادي، حتى تعاون النفطي والغازي مع روسيا بما يعود بالاستثمار سواء بالسعودية أو استثمار سعودي مثلا بشركة يامال محتمل الروسية للغاز. إذا كل الأمور تدل على زيادة استهلاك الطاقة بشكل دكتور ناصر، دعنا نتحدث عن اليورو. هناك توقعات بأن يرتفع اليورو. طبعا بيانات التضخم جاءت يعني نوعا هناك تباطؤ كان في بيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة، لكن هناك تفاؤل بأن يرتفع اليورو نتيجة أن هناك توقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإيقاف برنامج التحفيز هذا العام. رأيك بعملة اليورو وأيضا قرارات البنك المركزي الأوروبي؟ نعم، اليورو هو قوي تجاه يعني الدولار وتجاه الجنيه الاسترليني 1.12.5، وهذا يحسب له. ربما ماريو دراغي يشعر أن سياسته الاقتصادية نجحت في التحفيز الكمي، وبالتالي الآن انقلبت الصفحة. نتوقع نمو بشكل عام في يعني منطقة اليورو فوق 2.5%، تتقدمها ألمانيا ودول أخرى. لكن برأيي هناك تحدي بأن دراغي في الماضي استطاع أن يوفق بين اتجاهين في منطقة اليورو، الاتجاه الألماني الذي يرفض زيادة يعني التيسير الكمي، وسياسة سياسة إيطاليا وفرنسا التي تريد هذا الأمر. يعني تتوقع أنها برنامج تحفيز هذا العام؟ لن يكون إلغاء، ربما تقليص. صحيح، لن يلغى برأيي، سيقلص كما قلص في الماضي من 90 بليون مثلا في الشهر إلى 60 بليون، ربما يقلص إلى 40 بليون. هذا برأيي حتى بحكم هناك تحديات اقتصادية، إصلاح في فرنسا كما قلت وفي دول أخرى. اليونان مفروض أن تطلع من يعني سلة المساعدة في أغسطس القادم، لكن هناك تحذيرات بأن الخروج السريع من الغناية الفائقة سيعني العودة إلى العادة القديمة والاقتراض. إذن المؤشرات الاقتصادية البرتغال، اليونان وجنوب أوروبا جيدة، لكن إلغاء التيسير الكمي سيكون سلبيا في المدى القصير برأيي. بالنسبة للباوند مقابل الدولار دون مستويات 31 وصل إلى تلك المستويات، رأيك؟ ولكن باختصار دكتور ناصر لضيق الوقت. باختصار، استفاد الجنيه الاسترليني من سياسة بريطانيا توافقها مع الاتحاد الأوروبي لفتح المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بعد مشاكل في 3 أمور الهجرة وغيرها مع أوروبا. إذا هذا الأمر أراح السوق البريطانية، لكن أتوقع النمو أن يكون 1.1 وفي العام القادم أقل. مصاعب الاقتصاد البريطاني في الشركات الوطنية كالريوم مثلا للإنشاءات، وبالتالي السياسة، لكن من ناحية الجنيه سيكون مرتاح أكثر. كما قلت، السياسة الآن البنوك والحي التجاري يعرف كيف تذهب الأمور في العام القادم لعقد اتفاق مع أوروبا. هذا لا يعني أنه ينجح، لكن النسبة هي كبيرة، ربما 80% لوضع خطوط عريضة لاتفاق بريطاني أوروبي بهذا الصدد. دكتور ناصر قلاوان، كنت معي من لندن، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية الفترة الثانية من برنامج أموال ومسارات. تقبلوا تحياتي مع تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.